الإنسان منا يتشرف إذا كان قريب من صانع القرار، فكيف القريب من الواحد القهار؟ يقول ابن كثير والذهبي عن طاووس بن كيسان، هذا طاووس إذا ذكر طاووس وقف قلبك لحظة إجلالا، طاووس ومجاهد سعيد بن جبير سعيد بن مسيب، هذا علوم نجوم الأمة، نجومنا أهل الريادة والقرآن والتلاوة والعلم والتوجيه والدعوة والصلاح، نجومهم هم الموسيقى والسينما والفن والضياع. هنا طاووس بن كيسان قال له الناس ماذا أعجبك؟ كان وليا عابدا زاهدا، هو أسمر فقير، ولكن مع الفقر رفعه الله بالإيمان، فكان في مكة أمام الكعبة، قالوا ماذا أعجبك في الدنيا؟ قال ما أعجبني ولا رفع رأسي إلا يوم واحد، صليت ركعتين أمام الكعبة قبل الغروب أنتظر صلاة المغرب. طاووس بن كيسان مفتي ومفسر. قال فإذا جلبت السلاح والرماح فالتفت فإذا هو الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم هذاك قتال العلماء، الله يحاسبه وأمره إلى الله، هو من الموحدين. انتهى إلى محكمة العدل الكبرى، محكمة العدل الكبرى الإلهية، يوم لا حاكم إلا الله ولا قاضي إلا الله. إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. هنا كنت أسمع قناة الجزيرة قبل سنة في هجوم إسرائيل الدولة المغتصبة، الدولة الزائفة، حكام صهيون الدولة المحتلة، العدو الصهيوني وهي تهاجم غزة. يقول وزير خارجية فنزويلا في مقابلة في قناة الجزيرة أين يذهب حكام صهيون؟ إذا ذهبوا من محكمة العدل الدولية والجنايات فإن هناك محكمة في الآخرة، والله كذا. حتى بعض المشايخ بكى من فنزويلا، وزير خارجية فنزويلا يقول أن يذهب حكام صهيون من محكمة العدل الكبرى، لأن ديكارت يقول إن نرى مشهد في العالم مشهد الظالم ولا نرى مشهد انتصاف من الظالم، والقوي ما نرى أخذ الضعيف من القوي، لا بد من مشهد آخر في الآخرة، قال علي الطنطاوي، وهو اعتراف ضمني باليوم الآخر. فهنا ماذا حصل؟ وصلنا نسيت أي طاووس بن كيسان قال فنظرت إلى الحجاج وأقبل بحرسه وأقبل بسلاحه فجلس ثم صلى ركعتين. قالوا بينما ننتظر وإذا بحاج فقير من اليمن أقبل يحج بإحرامه فطاف، فلما أتى يطوف أتى من خلفي وما يعلم من الحجاج بيوسف هذا ولا يعلم أن حرسه معه وجنوده، فنشبت تعلقت حربة عند الحجاج بإحرام اليمني فهزها اليمني فوقعت على الحجاج فمسكه الحجاج سلم، يعني نجا منها الحجاج لا نجه الله. قال له الحجاج ما عرفتني؟ قال لا ما عرفتك. قال أنا الحجاج بن يوسف الثقفي، فهز رأسه اليمني يقول وش يعني، وش اللي صار، يعني شيء جديد للموحد، يعني وش استفدنا؟ قال ما تعرف كيف أخي محمد، أخو محمد بن يوسف في اليمن حاكم اليمن ظالم مثله بطاش مثله، كيف تركت أخي محمد بن يوسف في اليمن؟ قال تركته بطينا سمينا. يقول لا تخاف عليه لأنه كان يأكل كبير وعنده كذا، وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم. يقول حسان في المنافقين لا بأس بالقوم من طول ومن عظم جسم البغال وأحلام العصافير. قال تركته بطينا سمينا. قال ما سألتك عن صحتي وعافيتي، كيف تركته في العدل؟ قال والله تركته غشوما ظلوما. قال أما تدري أنه أخي؟ قال أتظن أنه يعتز بك أكثر من اعتزازي بالله؟ قال طاووس والله ما بقيت شعر في رأسي إلا قامت، فأطلقه الحجاج فقام يطوف بين الناس يقول أنا نسبتي سماوية، تخوفني من؟ أنا مع الواحد القهار، أنا من جند الله، أنا عبد لله، أنا أتصل بالله جل في علاه.